فتوح من جديد، كرة على القائم الأول، إبعاد مرة تانية، فتوح كلاكيت تاني مرة، في دفع ودي تسديدة وجول. جول 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 جول. بدأت الحكايات وبدأت الروايات من السطر الأول في كتاب البطولات. أحمد شريف يسجل اسمه في تاريخ الهدافين للبطولات الأفريقية. من هنا البداية ومن هنا الحكاية. هنا الزمالك الفارس الأبيض يسجل أول أهدافه أصدقائي في البطولة الكونفدرالية رقم 23. أحمد شريف أول أهدافه بعد انتقاله. لكن بص شوف الحكاية وبص شوف الرواية. عرضية حلوة من فتوح ولمسة ذكية معدية من الدفاعات الصومالية علشان تحتضن الشباك، واحمد شريف يسجل اول الاهداف بقميص نادي الزمالك، ويتقدم الفارس الابيض يا اصدقائي 1-0. 1-0 في الدقيقة 22. الفارس الابيض يكتب السطر الاول في كتاب البطولة الكونفدرالية رقم 23. ناصر خوان بيزيرا عنده الوقت وعنده المساحه، وادي الاوفرلاب لعمر جابر، طلعه يا راجل، لكن دخل في القلب، ممكن يديله التمريره، لكن عدى وفات توصل لعمر جابر. لسه الحكايه، وادي الكوره العرضيه وادي اللمسه الراسيه، لكن لسه الموجه الزملكاويه على بحر الصومال مستمره. ادي كوره مره ثانيه، يا عيني على اللمسه، هات وخد وتسديده وجول. جول 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 عملها بزيرة، يا عيني على الليلة في الدقيقة 34 بعد لمسة وتمريرة وانطلاقة وانفجار وفرحة من نار. ويا جمال الانتصار بلمسة جميلة، خوان بيزيرا يسجل تاني أهداف القلعة البيضاء. نادي الزمالك بيعزف في الدقيقة 34، والزمبلك الولد الشقي البرازيلي طمع فيها، لكن الكرة بتحبه بعد تمريرات وبعد محاولات. الموجة بتجري ورا الموجة عايزة تطولها، لكن خوان بيزيرا في اللمسة الأخيرة بيحط تسديدة. عارفة الحكاية وعارفة الرواية، تحرك الشباك علشان القلعة البيضاء تتقدم يا أصدقائي في الدقيقة 34 على بطل الصومال 2-0. 2-0. فرحة لإخوان بيزيرا، أول أهدافه في دوري نايل الدوري المصري الممتاز. ادي الكورة مرة تانية، يلا يا عم خليها ثلاثية، لكن نشل بترجع مرة تانية لشريف، وادي تسديدة، لكن عمرو يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. مكتوبة لك عمرو ناصر على امتعاض يسجل ثالث الأهداف، والثنائية تبقى ثلاثية في ليلة مش عادية وبداية خيالية وفرحة كبيرة للبدلاء. فرحة كبيرة لبدلاء نادي الزمالك. 3-0 بعد دقيقة ونص. عمرو ناصر يفتتح التسجيل الأولى عند عمرو ناصر وارتدت من كبيره، لكن تسديدة شريف والمتابعة الإيجابية والفولو الحكاية يسجل أول أهدافه مع القلعة البيضاء. والثنائية في الدقيقة 35 يا أصدقائي تتحول إلى ثلاثية بيضاء في بداية المشوار لبطولة الكونفدرالية الإفريقية النسخة 23. وأول أهداف عمرو ناصر مع القلعة البيضاء. فرحة وسعادة واللولو الأبيض. وآدي بارون اللاعب زي ما احنا بنتابعه تمام، لأن الفوارق في القدرات واضحة تمام التمام. ادي خوان بيزيرا عدى وفات، وادي الكرة العرضية، يا عيني يا عيني يا عيني على الحكايات ويا عيني على الروايات. وخد سيف وكمان سيف، واديني بيزيرا واديني سيف الجزيري. اديني بيزيرا اللي حل الحكاية وقدم هدية لسيف الجزيري، ودي ما ترجعش يا جدعان.
علشان الدقيقة 65 ثلاثية الفارس الأبيض تتحول وتبقى رباعية بعد حكاية جميلة زملكاوية. الزمالك اشتغل وعدى وفات. بصوا حضراتكم الحكاية، سيب اللي في ايدك وتعالى معايا واتفرج على اجمل حكايه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الكباري والانفاق والباك باس، ودي ما ترجعش يا جدعان علشان سيف الجزيري يسجل كمان وكمان وكمان ويفتتح التسجيل في هذا اللقاء في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويسجل 9 اجوان مع القلعة البيضاء. 4-0. فرحة كبيرة وحفلة كبيرة واحتفاء بسيف الجزيري لأنه لعيب. اللعيب لعيب. وادي احمد شريف، هنشوف مين اللي خرج كمان. ادي احمد حمدي لاخوان بزيرة 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 بزيرة. يا عيني على الليلة، الرباعية خماسية واللي تشيب باص يقدم لقطة خرافية. الولد البرازيلي حكاية. الزمالك الزملكاوي يطلع فرحة من القلب في الدقيقة 77 ما قل ودل. يعمل تمريرة أحمد حمدي علشان إخوان بزيرة يسجل تاني أهدافه، والرباعية تبقى خماسية وخمسة وخميسة على الافتتاحية. افتتاحية الفارس الأبيض في البطولة الكونفدرالية. اللولو الأبيض بيشع فرحة وسعادة وابتسام. هيخرج اعتقد خوان ولا تحية وحب على الاداء وعلى المهارة وعلى الحلويات والقطايف واللطايف، لكن سيب اللي في ايدك وخليك معايا وبص شوف المهارة والشطارة والموهبة الربانية. على طول هي تتحط كده، حطها وقدم لك المطلوب اثباته علشان الرباعية تبقى خماسية والاحتفال يبقى كرنفال. وطبعا بطاقة التأهل اصبحت في الامان. سهرة جميلة وليلة جميلة وسعادة كبيرة. عميد الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني. كرة مرة تانية للأمام وفرصة لسادس الاجوان. وادي اخوان، اتفرج على اخوان هيقدم لنا ايه. يا عيني على التمريرة، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على السداسية. طمعنا في السداسية ودي ما ترجعش يا جدعان، لكن الولد بزيرة بيطلع ألحان. وقلت لحضراتكم خد سيف وكمان سيف واديني الزمالك، اديني الزمالك واديني سداسية وفرحة قوية في لقاء الافتتاح، لقاء الاحتفال، لقاء الكرنفال، لقاء التفوق بامتياز. سيف جعفر يسجل أول أهدافه يا أصدقائي مع القلعة البيضاء في البطولة الإفريقية في تاني مشاركة. لكن اتفرج على الحكاية وشوف الطابلوه الفني والولد الشقي الزمالك خوان بزيرة بيطلع من رجله ألحان ولمسة فنان من سيف فاروق جعفر علشان الخماسية تبقى سداسية. يا عيني على الحكاية ويا عيني على الرواية ويا عيني على الافتتاحية.